أهلا بيكم مع فيديو الموسم وقنبلة الموسم، الفيديو اللي الناس كلها منتظراه والقرار اللي كل أصحاب المعاشات منتظرينه. دلوقتي أنت ممكن تكون عندك ظروف، عايز تعمل حج، عايز تعمل عمرة، ابنك بيتجوز، بنتك بتتجوز، وعايز سلفة على المعاش. دلوقتي البريد المصري مكنك من انك تقدر تاخد سلفة على المعاش بتاعك بمقدار 3 اضعاف. يعني اللي معاشه 3000 جنيه ممكن ياخد سلفة 9000 جنيه، اللي معاشه 5000 جنيه ياخد سلفة 15000 جنيه. ايه هي الشروط؟ ايه هي الطريقة اللي تحصل بيها على السلفة من خلال البريد المصري؟ تعالوا اقول لكم واحدة واحدة ازاي ناخد السلفة دي. بس انا طالب منكم طلب، اكتبوا لي تعليق لو كان الفيديو عجبكم، اكتبوا لي تعليق لو طالبين فيديو تاني بالشرح، اكتبوا لي تعليق لو انتوا عايزين حاجة تخص البريد المصري والمعاشات. اعملوا شير وسبسكرايب للقناة، وسبسكرايب القناة يعني اشتراك في القناة، علشان اتواصل معاكم واقدر اجيب لكم كل جديد. تعالوا مع بعض نعرف ازاي البريد المصري هيدي لك سلفة 3 اضعاف قيمة المعاش. الحكاية بكل بساطة، كل واحد من اهالينا اصحاب المعاشات هينزل على الموبايل بتاعه تطبيق اسمه خزنة. هيسجل في التطبيق ان هو عايز يحصل على سلفة قيمة 3 اضعاف من البريد المصري، وبكل بساطة هيروح على اقرب مكتب بريد ليه وهيملى استمارات بتعرف البريد ان الشخص ده عايز ياخد سلفة من البريد المصري بقيمة 3 اضعاف قيمة المعاش. بعد ما بيخلص الاستمارات طبعا برسوم 15 جنيه، بيروح على التطبيق مرة تانية، هل هيجيله كود، هل هيبقى فيه كود تعريفي على الاستمارة ان تم ملء الاستمارة واستيفاء الشروط، وبيروح على التطبيق بيفعل التطبيق. من تاني شهر مباشرة بيتم استلام قيمة السلفة. هيستلمها ازاي؟ هتنزل لك على رقم حساب المعاش اللي انت فتحته في البريد المصري. طيب السلفة دي بسددها على كام شهر؟ بسددها على 12 شهر بقيمة رسوم إلى الآن 15 جنيه شهريا تخص البريد المصري، لأنه طبعا ساعدك إن أنت تحصل على السلفة. طيب هل ده هيأثر على المعاش؟ مش هيأثر على المعاش غير بقيمة قسط السلفة. يعني أنت هتاخد معاشك عادي خالص مخصوم منه قيمة السلفة. طيب لو انا حبيت ان انا اجدد السلفه دي مره تانية ونفعت معايا وكانت كويسه، ممكن بعد ال 12 شهر ان انا اقدر اجدد السلفه واخد سلفه تاني، وعن طريق تاني نفس التطبيق اللي هو اسمه خزنه. خليكم فاكرين التطبيق. هيتم تطبيق المنظومه دي امتى واخد السلفه امتى؟ من بدايه الربع الاول من 2023 بمعرفه مكاتب البريد. وطبعا انا هقول لكم احنا النهارده في شهر 12، يعني شهر 1 2 3 نقدر ان احنا كل ما نروح نصرف المعاش من البريد نسأل هل تم تفعيل سلفة المعاش من البريد المصري ولا لا؟ هل نزل بها منشور في البريد المصري ولا لا؟ ازاي ابدأ انزل تطبيق خزنة علشان افعل التطبيق؟ وازاي ان انا ابدأ اخد سلفة البريد المصري؟ ده هيتم عن طريق مكاتب البريد. اعتقد ان المعلومة دي مفيدة، المعلومة دي كويسة جدا جدا جدا. انا واحد من الناس مبسوط بيها لان هي هتساعد ان اللي عنده ظروف يقدر يحل مشكلته، وده طبعا بمساعدة البريد المصري. وعايز اقول لكم على معلومة مهمة جدا في ناس كتير ما تعرفهاش، ان مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حوالي 4300 مكتب منتشرة ما بين محافظات وقرى ونجوع زي ما احنا عايزين. اعتقد المعلومة دي تستاهل ان انت تشترك في القناة، اعتقد المعلومة دي تستاهل ان انت تعمل شير ومشاركة للفيديو مع اللي ما يعرفوش، ويا ريت اللي يعرف المعلومة دي واول مرة يسمعها يسمعها لغيره، لان في ناس كتير مستنية تعرف معلومة زي دي. مستني تعليقاتكم، الفيديو عجبكم ولا لا؟ كان معاكم ثروت طلايع، موظف خدمة عملاء البريد المصري.